يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا. يا مساء الفل والورد والياسمين عليكم كلكم. النهارده هعمل لك وصفه حلوه جدا بتشتريها بمبلغ وقدره من المحلات، وكمان بتروحي تاكلي ساندوتش البرجر في اي مكان معروف بتدفعي برضو مبلغ محترم. النهارده بقى هنعمله في البيت بكل سهوله. جربي طريقتي ومقاديري ان شاء الله هتعجبك جدا ومظبوطة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين معايا كيلو من اللحمة المفرومة. كيلو اللحمة يا بنات عليه 100 جرام من الدهون، وكمان عليه 100 جرام من فول الصويا. هي دي بس المكونات اللي انا هستخدمها، مع طبعا التوابل. انا هحط كيس البرجر الجاهز، كيس التوابل بتاع البرجر الجاهز من اي شركة موجودة قدامك. لو مش موجود طبعا فانت هتحطي ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، بهارات لحمة، وبس على كده. الطريقة بقى زي ما انت شايفة. الفول الصويا منقوع في مية سخنة لمدة بس 5 دقايق، وبعدين هتصفيه كويس جدا، وهتفرمي فول الصويا كويس جدا مع بعضه، وتفرميه مع الدهون عشان برضو الدهون تتفرم كويس جدا. وهتحطي بقى تجيبي طبق كده كبير وتحطي البولة، تحطي جوه البولة يعني او جوه الطبق اللحمة المفرومة، وتحطي بقى معاها فول الصويا والدهون اللي احنا فرمناها، وتحطي التوابل بتاعتك، وتظبطي بقى الملح. انا حطيت ملح وفلفل ورشة نص معلقة من البابريكا المدخنة، وكيس التوابل زي ما قلتلك، وتقلبي ده كويس جدا مع بعضه. وكمان يا بنات حطيت 3 معالق من النشا. كيلو اللحمة عليه 3 معالق من النشا كبار علشان يمتص اي سوائل لو موجودة في اللحمة او موجودة في فول الصويا. بس بقى يا ست الكل، بعد ما قلبتي كل المكونات دي مع بعض، هتروحي بقى ايه، لازم الخليط ده يتجانس مع بعض كويس جدا، وترجعي بقى تديله لفة كده وفرمة في الكبة مرة كمان. زي ما انت شايفة مسكت شوية شوية من الخليط وفرمتهم لحد ما بقي معايا عجينة اللي انت هتشوفيها معاكي دلوقتي. يلا لو وصلت معايا لحد هنا اعملي لي لايك وقولي لي رأيك في فيديو النهاردة، وجربيه بالمقادير اللي انا قلتها لك، وكل المقادير والمكونات هسيبها لك في صندوق الوصف. جربيه وقولي لي رايك في الكومنتات. شايفين يا بنات بعد ما فرمته في الكبه مره كمان هيكون معاكي بالشكل ده، عجينه متجانسه. كله داخل في بعضه، ولا باين دهون ولا باين فول صويا ولا باين اي حاجه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا وممتازة. هتسيبيها طبعا ترتاح، وبعدين بقى يا ست الكل تعالي نشكلها تشكيل البرجر اللي احنا كلنا عارفينه. لو عندك المكبس فهيكون سهل وهيطلع لك الشكل اللي هو ايه بقى، بتاع المطاعم والواحدة مفرودة والكلام ده كله. لو ما عندكيش فانت عادي شكليها اقراص كده بايدك وهتكون حلوة جدا برضو، وزي الفل هيكون معاكي بالشكل ده. انا خدت القطعة في حدود 80 جرام او 60 جرام على حسب راحتك. لو 60 جرام بتطلع رفيعة شوية، لو 80 بتطلع مناسبة جدا وحجم حلو جدا اللي انت هتشوفيه معايا ده. بس بقى تسمغيه بين ايديكي كويس جدا، وهنحطه بقى في المكبس. هتحطيه طبعا على كيس لان العجينة طرية، فعشان بس ما تلزقش منك هتحطيه على كيس وتكبسي بقى وحدة البرجر. هيكون معاكي بالشكل ده. عايزة تخزنيه بقى يا ست الكل في اطباق فل، وهتفردي كيس في الطبق الفل، وتحطي بقى ترصي البرجر بتاعك، وبين كل طبعا طبقة والتانية فانت ايه هتحطي طبقة من الكيس. انا شايفة انا طبعا هستخدمه في نفس اليوم، فانا طبعا حطيته في طبق كده، حطيت زي ما قلتلك كده او زي ما انت شايفة بالشكل ده. تسيبيه بقى يرتاح في التلاجة او تسيبيه يتجمد لو هتخزنيه، وبراحتك. تيجي بقى للتسوية تطلعيه الجريل بتاعك سخن، فيها كده معلقة من الزيت، وتروحي بقى ايه تحطي البرجر بتاعك. وبعد ما تحطيه هدي النار شوية عشان يلحق طبعا يسيح ويلحق ايه يستوي. زي ما انت شايفة من الجنب ده ومن الجنب ده مش بياخد اي وقت. بسم الله ما شاء الله، حلو جدا، حاجة في منتهى الجمال. شايفة؟ طبعا هدي النار عشان يستوي معاكي كويس، وفي نفس الوقت ما تحطيش زيت كتير عشان تاخدي شكل علامات الجريل، لانك انت لو حطيتي زيت كتير فهيكون زي المقلي، فمش هيديك العلامات دي بتاعت الجريل.
وهتحمري بقى يا ست الكل الكمية كلها، ما تخلوهوش يفك منك، يعني ما تسيبوهوش يفك للاخر، هو بس بيكون ايه نص فككان كده، وبيكون معاكي بالشكل ده. التقديم ده بقى على حسب راحتك. تقدري تعمليه سندوتشات وتقدمي مع بطاطس محمرة ومايونيز وكاتشب والكلام ده كله. شايفة بسم الله ما شاء الله البرجر عامل ازاي، لانه مظبوط جدا، نسبة الدهون اللي انا قايله لك عليها مظبوطة جدا وحلو جدا. جوسي وطري ومليان عصارة كده زي بتاع المطاعم، واحلى كمان مليون مرة. جربي طريقتي ان شاء الله هتعجبك. التقديم برضو على حسب راحتك، زي ما قلت لك تقدري تقدمي سندوتشات مع بيبس، مع بطاطس محمرة، مع مايونيز. انا كان يوم كده زنقة والكلام ده كله، فقدمته مع شوية مكرونة بالشكل ده. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبك، واكون قدرت افيدك ولو بمعلومة بسيطة، واستنيني في فيديو جديد. باي باي.